القديسة السائحة مريم القبطية. ولدت مريم في مدينة إسكندرية حوالي سنة 345 ميلادية من أبوين مسيحيين. ولما وصلت لسن 12 سنة الشيطان خدعها وخلاها أداة في إيده يوقع بيها ناس كتير. عاشت في الخطية دي 17 سنة، لكن محبة ربنا ما سبتهاش. في يوم شافت ناس رايحين أورشليم فقررت تروح معاهم حتى من غير فلوس. كانت بتسلم نفسها لأصحاب السفن علشان توصل، وهناك في أورشليم فضلت برضو عايشة في نفس الخطية. وفي يوم حاولت تدخل كنيسة القيامة، لكن في كل مرة كانت تحس بقوة خفية بترجعها. كل ما تقرب تحس إن في حاجة بتمنعها. وقتها فهمت إن ده بسبب خطيتها. رفعت عينيها للسماء وقلبها مكسور وبكت. طلبت من العذراء من قلبها إنها تتشفع ليها عند ابنها. ولما تشجعت وحاولت تدخل تاني دخلت، سجدت وسط الناس وصلت بحرقة. طلبت من ربنا يرشدها للطريق اللي يرضيه. وقفت قدام أيقونة العذراء وتوسلت ليها من قلبها وقالت لها ترشدها لطريق الخلاص. وسمعت صوت جاي من ناحية الأيقونة بيقول لها لو عبرتي الأردن هتلاقي راحة وسلام. من غير تردد خرجت من الكنيسة، وفي الطريق قابلها راجل اداها 3 دراهم فضة، اشترت بيهم 3 أرغفة وعدت نهر الأردن ودخلت البرية. فضلت هناك 47 سنة. أول 17 سنة كانوا حرب شديدة مع الشيطان، كان بيحاول يرجعها للخطية، لكنها بنعمة ربنا وبصبر انتصرت. كانت بتعيش على الحشائش وما بتاكلش غير الضروري بس. وفي السنة ال45 خرج القديس زوسيما الكاهن للبرية زي عادة الرهبان وقت الصوم الكبير. وهو ماشي لمحها من بعيد، افتكرها خيال. صلى وطلب من ربنا يكشف له، وفهم إنها إنسانة وفضل يقرب، لكنها كانت بتهرب. لحد ما نادته من بعيد وقالت له يا زوسيما لو عايز تكلمني ارمي لي حاجة أستتر بيها لأني عريانة. اتصدم إنها عرفت اسمه. رمى لها رداء غطت نفسها وقربت منه. سلموا على بعض وحكت له كل حكايتها من بداية الخطية لحد توبتها وسنين البرية. وطلبت منه يرجع السنة اللي بعدها ويجيب معاها القربان المقدس. وفعلا رجع، ناولها جسد الرب ودمه وقدم لها شوية بلح وعدس. أكلت شوية عدس مبلول وقالت له يرجع تاني السنة الجاية. ولما جه السنة اللي بعدها لقاها نايمة على الأرض وكانت تنيحت، وكان في أسد واقف جنبها وعند راسها مكتوب ادفن مريم المسكينة في التراب اللي اتخلقت منه. اتعجب من المكتوب ومن وجود الأسد، ولما بدأ يفكر هيحفر ازاي الأسد هو اللي حفر بإيده. صلى الأب زوسيما ودفنها ورجع لديره وحكى قصتها. ومن ساعتها الرهبان زادوا ثبات في الطريق الروحي وتشجعوا بمراحم ربنا اللي بتسند التايب مهما كانت خطيته كبيرة. كان عندها وقتها 76 سنة. دي مش مجرد نهاية قصة، دي بداية رجاء لناس كتير. مريم القبطية علمتنا إن مفيش وقت متأخر على التوبة، وإن ربنا دايما مستني حتى لو بعدنا سنين. صلاتها تكون معانا وتفتح لينا أبواب الرحمة، ولربنا المجد دايما. آمين. لا تنسوني في صلواتكم. مونجيسو.